السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ مع بعض الحلقة التانية من مسلسل 220 يوم. وبتبتدي الحلقة بمريم وهي بتهني أحمد وبتقول له مبروك، عملت 5 اختبارات حمل علشان أتأكد إن أنت هتبقى بابا. وبتقول له يلا بقى نجهز علشان خروجتنا مع كرم وعليا. لكن أحمد بيقول لها أنا تعبان مش قادر، خلينا وقت تاني. فبتقول له مريم لا يا أحمد بلاش تلغيها، أنا عايز أروح. ده غير ان عليا رنت عليا كتير عشان تأكد عليا. وبتقول له ماجدة يلا يا احمد خد مراتك وروحوا اتفسحوا واتبسطوا. وبيوافق احمد وبنشوف مريم وهي بتستعد وبتجهز نفسها. وبنشوف احمد بعد كده وهو قاعد وسرحان وفي دنيا تانية خالص. فبتقول له مريم ايه مفيش شكلك حلو؟ قال لها هو انت عايزة كل يوم تتدلعي؟ قالت له طبعا انا بقيت حامل، يعني لازم الدلع يكون الدبل. قال لها انت كده كده زي القمر وانا بحبك. فبتقول له مريم انت مبسوط؟ فبياخدها احمد في حضنه. وبنشوفهم بعد كده في المطعم. وبتقول له عايزه بعد كده نركز في كل حاجه. قال لها نركز في ايه؟ قالت له يعني في البيت والمصاريف والتدخين بعد كده هيكون في المكتب وبس، ونجهز اوضه البيبي ونشتري مستلزماته كلها. فبيقول لها احمد انا قايم ادخل الحمام. وفي الحمام بيجيله الصداع تاني وبياخد مسكن وبيرجع. فبتقول له مريم انت كويس؟ فبيقول لها ايوه بس متلخبط شويه. وبيوصل كرم ومعاه عليا. وبتقول لهم مريم انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ قالت لها عليا كنت بشتري لك الهديه دي. وبتفتحها مريم تلاقيها هدوم لبيبي. وبتفرح بيها مريم قوي وبتقول لها انا بحب اللون الاحمر جدا. فعليا بتقول لها اشمعنى الاحمر؟ فبتقول لها علشان الاهلي طبعا. وهنا بيبان ان مريم وكرم يعرفوا بعض من زمان وبيفضلوا يحكوا عن شوية ذكريات ليهم. وهنا بيبان على احمد انه اتضايق. وبيبدأ احمد هنا يشرب وفضل يشرب لحد ما سكر خالص. وبيبتدي يستلم كرم تريقة وتهزيق لحد ما كرم ابتدى يزعل وقال لعليا يلا بينا. وهم قايمين فقال احمد لكرم على فكرة زي ما مريم تعرف عنك حاجات انا معرفهاش، عليا برضو تعرف عني حاجات انت ما تعرفهاش. احمد برضو يضايق كرم اللي بيزقه جامد. فبيقع احمد على الارض وبيمشي كرم وعليا. وبتيجي مريم تقومه. وتاني يوم كرم بيكلم عليا وبيقول لها اسرار ايه اللي تعرفيها عن احمد؟ قالت له عليا اسرار ايه اللي هعرفها؟ كل الحكايه ان احمد سكر وقرر يستفزك فمتكبرش الموضوع، انت كلمه وعاتبه. قال لها كرم اكلمه علشان يروح يعيط لامي وتقف جنبه زي كل مره. وبنروح لابو عليا في العياده. وبيقول لها انا حجزت لاحمد كلميه وخليه يجي بكره الساعه 12. وبتبعت عليا لاحمد اللي بيكون نايم. ولما بيصحى وبيشوف الرساله وبيكلم عليا وبيقول لها اول حاجه انا اسف على اللي حصل مني امبارح، انت اكتر واحده عارفه انا بمر بايه اليومين دول. قالت له انا عارفه ومقدره اللي انت فيه، بس ده ما يدكش الحق انك تمشي تضايق في الناس. على العموم حصل خير وتقدر تتصل بكرم وتعتذر له. تقول له ميعادنا بكره الساعه 12 في عياده بابا. فبيقول لها انا مش عايز اجي. قالت له يا فندم هو انا بعزمك على خروجه، انت لازم تيجي. قال لها انا مش عايز اتعالج. قالت له انت جاي تقول كده بعد ما مريم ما بقت حامل؟ مش ده اللي كان نفسكم فيه من زمان؟ قال لها مش عايز اتبهدل. قالت له تعالى بكره وشوف بابا هيقول لك ايه وبعدها قرر انت هتعمل ايه. الله خلاص جاي، بس بأكد عليكي تاني مش عايز حد يعرف بالموضوع. بعدها بنشوفه قاعد في المكتب سرحان وبيمسك ورقة وبيكتب فيها انه خايف يكون مصيره زي مصير ابوه اللي شافه وهو بيموت قدام عينيه. هو عنده حظ اكتر من ابوه اللي مات فجأة من غير ما يكون معاه اي ذكريات، وان ذكرياته عن ابوه اخدها من الناس اللي بتحكي له عنه، من واحد صاحبه او حلاق كان ابوه بيحلق عنده. وبيروح لمريم يتكلم معاها وبيعتذر لها على اللي حصل منهم في المطعم. قالت له انت لازم تكلم كرم وتعتذر له. قال لها بكلمه بس مش بيرد عليا، هبقى اكلمه تاني. فبتقول له يلا اجهز عشان نروح للدكتور. فهنا بيتخض احمد بيقول لها دكتور ايه؟ قالت له الدكتور اللي انا بتابع معاه الحمل. وبيروحوا للدكتور وبيكشف عليها وبيطمنها ان كل شيء تمام. وبيقول لاحمد استعد علشان فاضل 220 يوم وتكون اب يا بطل. وبنشوف احمد في المكتب سرحان وبيقول لنفسه انا حاسس ان ناسي نص نفسي من الفرحة والنص التاني من الحزن. انا مش من الناس اللي بتتشائم وبتعجز، كل الحكاية اني واقف على الارض ومش عايز اكون عاجز. وعايز في 220 يوم دول
أبني فيهم ذكريات أنا وابني، ذكريات 220 يوم يعيش بيها العمر كله. وبيجيب الآلة الكاتبة وبيبتدي يكتب رواية بعنوان 220 يوم، وبيقول إن الرواية دي بتختلف عن كل الروايات اللي كتبها لأنه بيكتبها لشخص واحد، وبيوجه الخطاب لابنه اللي جاي: انت اللي ما عرفكش وعيني ما شافتهوش، انت اللي ملكت قلبي يا مصدر سعادتي، انا ابقى والدك المحب احمد فاضل. بص انا عايز اتكلم معاك براحتي، عايز اخد ودي معاك من قلبي. وهنا بيتخيل احمد ان مراته ولدت وكمان عملوا السبوع بتاع النوم. وفي نفس اللحظة بتتصل بيه مريم وبتقول له يلا علشان ننزل نتعشى عند ماجدة. وهم بيتعشوا ماجدة بتقول لأحمد انتوا هتسموا النونو ايه؟ قال لها انا حاسس انه هيبقى ولد وهسميه عيسى. فبتقول له اشمعنى عيسى؟ قال لها علشان يبقى عيسى ابن مريم. وبيرجع احمد بعدها وبيكمل كتابة وبيتخيل شكل ابنه وبيقول له يا عيسى انا حاسس انك هتطلع شبهي. بيقولوا ان الست لما بتحب جوزها الولد بيطلع شبه ابوه، وانا حاسس انك هتكون طويل ورفيع وشعرك بني. مش عايزك تزعل امك ولا تضايقها، هي صحيح هتجننك بس انا حاسس انك هتبقى اشقى. دي بقى ماجدة جدتك واللي كانت مستنياك من زمان قوي. اما نادية فدي بقى الرايقة بتاعت العيلة، مسؤولة الدلع والاحضان. اما اللي جايب لك كل الحاجات دي فده كرم ابن خالتي، وده بقى يا سيدي يبقى هيكتور. هنا بتدخل عليه مريم وبتقول له انا داخله انام، عايز حاجه؟ قال لا روحي وانا هحصلك. وتاني يوم بيروح للدكتور ابو عليا وبيقول له الدكتور ان الورم اللي عنده كبير ولازم يعمل العمليه في اقرب وقت. فقال له احمد وامتى العمليه دي؟ فبيقول له في جراح شاطر متخصص في الموضوع ده، ونصيحتي لازم تعمل العمليه في اقرب وقت، وخلي ايمانك بربنا كبير وان شاء الله هتعدي على خير. بيروح احمد وبتدخل عليه مريم وبتقول له انا حاسه انك مضاير، في حاجه مضايقاك، وكمان اول مره بتكتب حاجه من غير ما تسالني عن رايي. قال لها علشان لسه ما حددتش الحاجه اللي هكتبها. وقال لها انا كويس مفيش حاجه، ممكن نكون متوترين شويه انا وانتي. وتاني يوم بيكون مع الطلبه بتوعه اللي بيعلمهم يكتبوا الروايه، وفجاه بيجيله الصداع وبيمسك دماغه ومش قادر يكمل معاهم وبيعتذر وبيقول لهم معلش يا جماعه نكمل وقت تاني، وبيقوم ويمشوا. بنروح لمريم اللي بتكون في البيت وفجأة بتتعب وبتتصل بيه وبتقول له الحقني يا أحمد أنا تعبانة. فبيجري يروح لها ياخدها عند الدكتور اللي بيقول لها اطمني انت كويسة. وبيقول لأحمد ابسط يا عم ده انت كمان هتسمع صوت البيبي. وبعدها بياخدها أحمد وبيمشوا وهم في العربية. بيسرح أحمد وبيتخيل ابنه وبيقول له عيسى انت تستحق التضحية، أنا قررت أعمل العملية علشان خاطرك. وفجأة بتخبط فيهم عربية من ورا وبتنتهي الحلقة على كده. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم، مستني رأيكم في التعليقات، وأتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.